مرحبا بكم في فيديو هذا جديد. طريقة زيادة لايكات متابعين على مستوى الانستغرام والتيك توك واليوتيوب إلى آخره، يعني بشكل عام المنصات كلها ومواقع التواصل الاجتماعي. في الغالب ثلاث أشياء موجودة في هذا الابليكاسيون. على أي سأقوم بتسريع هذا الفيديو شوي نوعا ما حتى ما يكونش طويل والناس تتابع الفيديو بشكل اختصاري. الخيار هذا بتاع إضافة أو بتاع دعوة يعني صديق، هو تقدر انك تحصل منه 10% من الكوينات اللي بياخذها صديقك بعد ما يقوم بتنزيل التطبيق من خلال هذا الرابط اللي بتعطيه له انت. وطبعا الابليكاسيون هذا موجود في البلاي ستور بكثره. على اي موضوعنا اليوم هو موضوع زياده المتابعين في الانستغرام. خيار اول يعني على اي نشوفوا الواتش، يعني مشاهده اعلان لكي تقوم بربح النقاط الموجوده في العلامه الصفراء. شوف معي العلامه الصفراء، لازم انك تجمع نقاط. راح نقوم بمتابعه مشاهده الاعلان ونرجع معكم نشوفوا كم ربحنا من النقط. وبالتاكيد بعد اكمال عمليه متابعه الاعلان ربحنا ما يقارب الى 100 نقطه، يعني فقط تربح يعني تشاهد اعلان تربح نقاط. على اي دخلنا الى المكان والخيار الاول موجود في اليوتيوب والتيك توك والانستغرام. طبعا موضوعنا اليوم مركزين على الانستغرام والمتابعين بالذات، ونختار هنا الانستغرام هنا الفيو. تحب يعني تزيد مشاهدات، تحب تزيد الفلوور، تحب تزيد لايكات، اي شيء حبيته راك تضيفه من خلال هذا الابليكاسيون. شوف معي حتى بالنسبه مثلا هنا مثلا اذا حبيت نزيد حاجه ننقر عليها ونقوم بالنقر على لوجين، يعني تسجيل الدخول عن طريق الانستغرام الخاص بك من اجل ان تقوم بعمليه بدء زياده اللايكات او زياده المتابعين. يعني لازمك تكون عندك نقاط المكافأة اللي حبيتها. هنا في الخيار تاع اوردر موجود فيه الطلب اللي انت عملته، يعني الطلب اللي انت عملته لازم تراقبه وتشوف هل الطلب تم بنجاح ولا لا. يعني ما بين 5 إلى 10 دقائق راح يتم بدء عملية إرسال لك المتابعين، وراح تلاحظ بالتأكيد أن المتابعين بدأوا في عملية الوصول إلى الحساب بتاعك. لذلك حاولت أن نقوم بالتكلم بشكل سريع، ما نحبش يكون الفيديو فيه 8 دقائق وما فيش يعني ولا توضيح، وبالتالي حاولت أعمل الفيديو بشكل اختصاري حتى تفهم الأمور. رابط تنزيل هذا التطبيق موجود في أول تعليقات لهذا المقطع، بإمكانك تبحث على التطبيق في اليوتيوب والناس اللي شرحها هل هو صديق أم لا. فعلا نحن نعمل على مصداقية هذا الموضوع. انقر على لايك، اشترك بالقناة، راقبنا. دمتم أوفياء، إلى اللقاء.